السلام عليكم على كل حبايبي. النهارده هنعمل مع بعض البط بالبرتقال ومشكل محاشي. ان شاء الله الطريقه دي هتحبوها جدا وهتعتمدوها على طول، واوعدكم ان انتوا عمركم ما هتشموا اي ريحه زفاره في البط نهائي، وهتحسوا ان هو طعمه جميل جدا. اول حاجه نطلع البطه كده ونحطها من بالليل في ميه وسكر وملح. تاني يوم بقى نغسلها بالملح والليمون، برضو ننقعها شويه. والتالت مرحله اللي احنا فيها دي، نجيب برتقانه حلوه كده وندعك البطايه من بره ومن جوه ومن رجليها ومن ايديها ومن كل حاجه، وكمان ليمون. ونسيبها كمان منقوعه فيه ربع ساعه. ندعكها كده كويس خالص خالص، وبالقشر كمان. ندعكها بالقشر من بتاع البرتقان كويس جدا، ونسيبها ربع ساعه. وبعد كده بقى نغسلها من عصير البرتقان ده، وننشفها كده بالمناديل كويس. يعني ايه اهم حاجه ما يكونش فيها ميه كتير يعني. وبعد كده نجيب فلفل اسمر وندعكها برضو بالفلفل الاسمر كويس جدا من بطنها ومن ظهرها، وندعكها كويس جدا بالفلفل الاسمر، لان الفلفل الاسمر يعني اقوى حاجه بتقضي على الزفاره نهائي. يعني بصوا بجد، حطوا فيها فلفل اسمر وما تخافوش. وتسيبوها برضو عبال ما نجهز الحشو، يعني تخلوها في الفلفل الاسمر ده عبال ما نجهز لها شويه حشو كده جميل يستاهل بقكم. نجيب بصلايه ونقطعها كده صغير، ونغسل شويه رز مش كتير عشان برضو ايه، الرز يكون يعني مفلفل جواها ومش معجن. ونجيب شويه فلفل اسمر وذره ملح كده، ونغسل الرز وننزل بيه. في طريقة تانية برضو، اللي هي تقطعوا الكبد والقوانص وتشوحوها في فلفل اسمر ومعلقة سمنة. بس انا حبيت المرة دي يبقى ايه، الحشو ما فيهوش اي افتكاسات خالص، ده حشو اهالينا زمان ببركة زمان. وهتحسوا بطعم الحشو اللي هو الجميل اللي كنا بندوقه ايام زمان ده. نحشي البطايه، ومش اهم حاجه مش نكتمها قوي، يعني ايه تبقى كده نصها بس زي ما حضراتكم شايفين كده. ونحط كمان تحت الجلد بتاع الوراك كده يعني ايه حاجه بسيطه كده من الرز، يعني ما نملهاش قوي. نحط كده ونحشي بطنها، ونقفل كمان ايه نقفل بالقوانص بقى كده، ونشبك رجليها في بعض بقى. انا عارفه ان كلكم ستات بيوت شاطرين جدا وبتعملوا الحاجات دي بسهوله، بس ايه، احنا بنتعلم مع بعض. وكمان نحط الكبده كده من عند الرقبه من فوق، علشان برضو الرز ايه، نضمن ان الرز ما يقعش منا في الشوربه، اهم حاجه علشان يفضل الرز كده متماسك من جوه البطايه وجميل كده. في الوقت ده نكون بقى ايه حاطين ميه على النار بتغلي، واحنا بنجهز واحنا بنحشيها كده في ميه على النار بتغلي لحد ما الميه تغلي كويس جدا. ننزل بقى بالبطه في الميه السخنه، واهم حاجه ننزل على وشها علشان الصدر برضو يستوي ويكون الرز من جوه استوى. دلوقتي انا هقلبها، انا غلطت وحطيتها ايه على ظهرها، لا هنقلبها ونحطها على وشها. وعشان برضو ايه الصدر بياخد سوا اكتر من الظهر، فالرز يستوي وصدرها يستوي. وبعدين ننزل بقى بالبهارات. معانا ورق لورا وحبهان وقرنفل وفلفل اسمر حب وزنجبيل ورشة قرفة. يعني بصوا مش هتشموا اي ريحة زفارة بجد. ونحط كمان بصل، لو عندك جزر حطي برضو بيبقى جميل. ونسيبها بقى ايه على نار، اول ما المية تفور نسيبها على نار هادية كده، وفي نص السوا نضربها بالسكينة في ظهرها. نحط السكينة كده يعني ايه نشك ظهرها كده بالسكين عشان نضمن برضو ان الشوربة والمكونات بتاعتنا والبهارات كلها توصل للعظم كله. بعد كده بقى نعمل صلصة المحشي مع بعض. معلقة سمنة بلدي وبصلاية، ناخد نص البصلاية بس ونسيب النص التاني، هقول لكم هنعمل بيه ايه دلوقتي. نص البصلايه نحمره كده في السمنه البلدي، مش نحمره يعني، امي الله يرحمها، امي هدى الله يرحمها، كانت بس بتديله يعني تشويحه كده لحد ما لونه يصفر حاجه بسيطه. وبعدين ننزل بعصير الطماطم. وكانت الله يرحمها يا رب كانت بتقطع عيدان الخضره، ما كانتش بتحط الخضره كلها، لا كانت بتقطع عيدان الخضره بس مع اول الطماطم كده وهي لسه بتبدا تتسبك، بتحط عيدان الخضره. ونقلبها كويس جدا جدا. والنص البصلايه التاني اللي احنا قلنا عليه بنجيبه بقى على الخضره بتاعتنا اللي هي بتاعه المحشي، ونحطه على الخضره. وندعكه بقى بالتوابل، التوابل بتاعتنا ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبره ناشفه. وندعكهم كويس جدا جدا مع بعض. وكمان ايه شويه زيت زيتون. زيت الزيتون جميل جدا، لو عايزين تحطوا زيت عادي مفيش مشاكل برضو، زيت الزيتون بس هو اللي يعني بيغير الطعم بيخليه جميل قوي. او عايزين تحطوا سمنه بلدي برضو مفيش مشاكل، ممكن اي حاجه، المهم ان انتوا تحطوا اي ماده دهنيه مع البصل والخضره وتدعكوهم كده ولحد ما ينزلوا ميتهم مع بعض، تحسوا ان الخضره والبصل بقوا قطعه واحده من كتر ما انتي ايه بتعجني فيهم كده، يعني بتخليهم يعني ايه ينزلوا كده طعمهم. نحط كمان شويه زيت زيتون، يعني ايه علشان الحبايب بيخليه بيبقى جميل قوي بجد، اوعدكم ان هو هيبقى جميل ان شاء الله. ونحط بقى الصلصه بتاعتنا ونظبط الملح.
شوية بابريكا علشان لون الطماطم كده يبقى احمر وجميل. والرز بتاعنا نغسله ونحطه على طول على الحشوة. بس اهم حاجة ان احنا نغسل الرز وننزل بيه على الحشوة، ما نسيبوهوش يركن ابدا، لان هو الرز لما يعني بيستنى بره شوية وهو مغسول بيكسر منه وبيبقى طعمه مش لذيذ يعني احسن حاجة. بعد كده بنظبط الملح بتاعنا. انا كان هنا دقت لقيت ان هي ناقص ملح، لا نزود ملح ونزود الفلفل الاسمر ونحط كل التوابلنا وندوقها كده يعني ايه قبل ما نحشي علشان تبقى طعمها جميل. وهنا بقى نحشي الكوسة. الكوسة ما بتتحشيش قوي يعني، بص الصباع بيكون فيه قد عقلتين كده. نحشي الصباع علشان الرز برضو لسه بيستوي معانا وبيزيد وما يعجنش برضو منا، ويكون مفلفل كده وجوه الصباع كده. وحتى كمان الواحد ياكل منه ما يحسش ان هو ايه بياكل رز بس، لا يحس انه بياكل الكوسة كده في قلب الرز، بيكون طعمه جميل قوي. كده خلصنا الكوسة الحمد لله. نعمل بقى مع بعض الكرنب. بنمسك الورق الاخضر اللي هو بيبقى خشن شويه ده، بنحطه في الحله من تحت ونحشي فوقه بقى، نحشي ونرص كده المحشي قصاد بعض. طبعا الكميات دي يعني انت مالكيش دعوه بالكميات، انت خدي بس الفكره. انا كنت عامله كميات بسيطه. آه، لا انت خدي بس الحشوه دي واعتمديها وان شاء الله هتعجبكم جدا. ونحشي بقى المحشي كله، نخلص الحله وبعدين نروح بقى ايه نظبط برضو الملح بتاع البطه بتاعتنا. المحشي بقى اهم حاجة يعني ايه الكوسة يبقى نصها بس اللي عليه شوربة، يعني الكوسة لحد نصها كده. والكرنب بيكون ايه اخر رصة ما بتكونش عليها شوربة، يعني ايه بنفضل نحط كده ونهز الحلة اهم حاجة عشان الشوربة تتغلغل كده في وسط المحشي ويبقى كلها عليها شوربة. وبعد كده البطة استوت والحمد لله، وكسرنا الجناح ولقيناها تستوت مية مية، يبقى خلاص كده تمام. نعمل لها بقى الخلطة بتاعتها. معلقة صلصة من بتاعة المحشي، عليها ملح وفلفل اسمر وعصير ليمونه، او عصير برتقانه برضو عشان يبقى ايه كامل بالبرتقان. وبعد كده نحط كمان معلقه عسل. هتبقى طعمها جميل جدا، تحسي ان انت بتاكلي سويت اند ساور كده، اللي هو انت مش عارفه انت بتاكلي حاجه مسكره ولا حاجه حادقه، بتبقى جميله جدا جدا. وندعك بقى البطايه كويس بالصلصه بتاعتنا دي، نحط على وشها كده ونحطها تحت الشوايه تتحمر. وباذن الله تعجبكم جدا. وماما هدى الله يرحمها كانت دايما بتحط الكوسه تحت الشوايه عشان تاخد لون كده زي ما حضراتكم شفتوا جوه الفرن. وكده غدانا مية مية وجاهز. ويا رب يعجبكم الطريقة دي، وما تنسوش أمي من صالح دعائكم. ويا رب يرحمها ويجعل كل فيديو صدقة جارية ليها. وأتمنى تنوروني، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة.